كابتن شريف، الاول برحب بيك في دوره سامسونج واللي متنظمها افريكا سبورت وبرعايه سامسونج ومرسيدس. انت ازاي مهتم ان انت تحضر نهائي النهارده؟ والله بص، انا ميرسي ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين الاول، وكل سنه كل المسلمين بخير بسنه شهر رمضان. ودي بالمناسبه اول مره احضر دوره رمضانيه، نهائي دوره رمضانيه. انت عارف انا السنين اللي فاتت كلها كنت بره مصر، فالسنه دي اول رمضان يعدي عليا بشكل ان انا احتفل بكل حاجه فيه. فالحمد لله ان انا يعني كان ليا شرف ان انا جيت النهارده وبتفرج على الدوره. حاجه طبعا جميله جدا، وانا شايف يعني انا بقول لك ان انا بقى لي 4-5 سنين بره مصر، فحاسس ان بمفاجاه يعني الموضوع. يعني لعبت وانت صغير في ناشئين الاهلي، كنت بتلعب دورات رمضانيه وكده؟ بص، طول عمرنا في الاهلي ممنوع علينا الكلام ده خالص. اخرنا عقوبات بقى وحاجات ياما اتعرض علينا ان احنا نلعب كتير، بس كان صعب جدا عشان بيبقى فيه عقوبات. ما كانش بيبقى نفسك خالص؟ ياما سرقنا ماتشات خفيفه كده، بس الحمد لله ما حدش يعني يتعاقب ولا حاجه. طب بمناسبه بقى ان ماتش منتخب مصر يوم الاحد بكره الساعه 9:30، ايه رايك في ان هم مختارين الحضري وعبد الواحد في نادي واحد بيلعبوا، ومحمد صبحي وما اختاروش شريف اكرامي هو الحارس الاول للاهلي بقى له فتره؟ بص، دي مش اول مره تسال السؤال ده، وانا هعيد نفس الاجابه. اقول ان دي في الاول وفي اخر وجهه نظر كابتن حسن، وانا بحترمها جدا وما عنديش اي مشكله معاهم. بالعكس، هم يعني اقدر ناس عارفين احتياجاتهم الفتره دي، وان شاء الله ما يحسوا ان وقت شريف اكرامي هيكون موجود انا هبقى موجود، وانا تحت امرهم في اي وقت. طيب حاجه خاصه شويه، انت حاسس ان مستواك بيعلى اصلا من فتره للتانيه مع الاهلي تحديدا؟ بص اقول لك على حاجه، في حاجه اسمها التاقلم ان انا يعني كل ما بقعد مع فرقه اكتر وان انا بتعود عليهم وعلى لعبهم ونلعب ماتشات وديه اكتر وابتدي معاهم من اول موسم، ده طبعا بيبقى ليه يعني انعكاس علينا وعليهم. فطبعا ان انا لما جيت السنه اللي فاتت من يناير الموضوع كان صعب جدا، وكان الدوري مضغوط واحنا في حاله عصبيه صعبه. بس لما السنه خلصت وابتدينا السنه من اولها وفتره اعداد بدون ضغط، طبعا الحمد لله كان ليها مردود كويس علينا وعلى الفرقه. فانا شايف ان احنا الحمد لله انا والديفنس الموضوع بالنسبه لنا بقى مختلف السنه دي يعني. السنه اللي فاتت اول ما حضرتك وصلت مصر في يناير كان منافسه مع احمد عادل عبد المنعم بس تحديدا، ورمزي صالح كان قاعد على الدكه اصلا اوريدي. فدلوقتي جه محمود ابو سعود كمان وبقى في منافسه، بس حضرتك برضو بقيت الاول عليهم ومستمر معاهم بقالك فتره. ده انت حاسس المنافسه مع محمود ابو سعود عامله ازاي؟ لا بص، انا اقول لك على حاجه، انا مش هقدرش انكر ان يعني الحمد لله المستوى اللي انا شايف ان هو الى حد ما يعني مدي ثقه للجهاز الفني والجمهور الفتره دي ان انا وصلت له. ده مش مجهود انا لوحدي، ده مجهود الكابتن احمد ناجي معانا وبمساعده زمايلي ان احنا بنتنافس مع بعض تنافس شريف جدا. وعلى عكس الاعلام ما بيصير ان احنا في بيننا مشاكل ولا علاقه متوتره، انا عايز اقول انتهز الفرصه اقول ان لا بالعكس الموضوع مختلف تماما. احنا علاقتنا ببعض كويسه جدا جدا جدا، واحنا مقتنعين ان الجون اللي بيلعب ده اختيار الجهاز الفني، واحنا ما فيش اي دور لينا غير ان احنا نتمرن ونجتهد، والاختيار اللي يلعب ده بتاع الجهاز الفني مش بتاعنا. اسلوب التدريب في مصر كحراسه مرمى مختلف عن اوروبا؟ لا بالعكس، يمكن احسن. الكابتن احمد ناجي عامل شغل كويس في النادي. طبعا يعني هو من المدربين المميزين في مصر بالتحديد كابتن احمد ناجي، واحنا بنهتم بالجزئيه دي اكتر من اوروبا عشان احنا قبليهم في الموضوع ده. هم موضوع تدريب حراس المرمى ده مستحدث عندهم، احنا اقدم منهم في الموضوع ده. بس يعني ما اقدرش اقول التدريب مختلف كتير، بس انا من واقع تجربتي بره وتجربتي مع النادي الاهلي، لا في التمرين في النادي الاهلي اميز. طيب اول ما حضرتك جيت مصر كان في شويه حضرتك انت وشويه احمد عادل عبد المنعم، وكان لسه ثقه الجمهور مش في شريف ولا احمد عادل مهتزه. حاسس دلوقتي رد فعل الجمهور عامل ازاي؟ لا طبعا احسن كتير الحمد لله، وانا بقول برضو ان مش هي دي النهايه، بالعكس دي الحمد لله دي بدايه، والحمد لله بدايه كانت موفقه بعكس السنه اللي فاتت، واتمنى انها هتزيد من مباراه لمباراه ان شاء الله. كابتن حسام البدري بيتعامل معاكم ازاي في الفريق؟ يا ترى هو تنشن على طول زي ما بنشوف في الماتشات؟ خالص بالعكس، لا بالعكس، كابتن حسام شخصيه كويسه جدا، بس يمكن انك تقود سفينه النادي الاهلي دي حاجه مش سهله جدا، وغصب عن اي حد مهما كنت انت عندك ثقه في نفسك ومهما كنت انت بتعصبش غصب عنك هتتوتر، عشان دي قياده مش سهله، انت بتقود اعظم نادي في افريقيا فغصب عنك، ودي اول بدايه ليك كمدير فني. فطبعا الراجل معذور جدا، بس هو معانا كلاعيبه احنا علاقتنا بيه كلها كويسه جدا، وبالعكس مش متوتره خالص. يمكن في الماتشات بيبقى في تركيز من المخرجين او الكاميرات ان هي تركز معاه بشكل مبالغ فيه عشان ما تفهمش بقى هم مش بالظبط. بس هو لا يعني كابتن حسام انا راجل بعتز بيه جدا، وهو علاقتنا كلنا بيه كلاعيبه يعني علاقه مميزه جدا يعني. انت لعبت هنا في مصر فتره وبعدين احترفت وبعدين رجعت تاني، الادارات في مصر محترفه شويه زي بره ولا الادارات بره فيها تنظيم اكتر؟ يعني اداره الاهلي بيقولوا دايما هي اقرب اداره لاوروبا. بالظبط اداره الاهلي هي اكتر اداره محترفه في مصر، بس احنا مع احترامي لكل الانديه في مصر احنا بعيد جدا عن الاحتراف، ما نعرفش اي حاجه عن الاحتراف. المفروض دوري المحترفين يتطبق من اول السنه الجايه، كان المفروض السنه دي بس اتاجل لغايه السنه الجايه، والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي يدوا مهله سنه كمان الموسم كمان للدول في افريقيا. ايه رايك في ده؟ اتمنى ان هو يتطبق وما يتاجلش للسنه اللي بعدها. طب المفروض ان في شويه تعديلات هتتم اصلا في مصر في بعض الانديه ان هي تتحول من انديه بدل ما هي انديه اجتماعيه تتحول لانديه محترفه وحاجات كده. حاسس التحول ده هيتم صح ولا حاسس ان هي لا بص طبعا هيبقى في دروباكس كتير جدا الموضوع ده، واحنا معظم الانديه ما فيش ولا نادي رياضي في الدوري ممتاز غير نادي واحد بس، هو نادي الجونه. KTV كل حاجه وعكسها.